ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل احلى خلية نحل ممكن تجربوها بعجينة ومقادير سهلة جدا وبسيطة. وزي ما انتوا شايفين كده النتيجة بتاعتها تحفة جدا. طرية، واحلى حاجة نعملها جنب كوباية شاي الصبح في الفطار. زي ما انتوا شايفين كده طرية جدا وهشة. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض. في بولة عندي 3 كوبايات من دقيق المخبوزات او متعدد الاستخدامات، نخلاهم كويس جدا. هضيف عليهم معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، ورشة ملح. وهبدأ ان انا اقلب كويس المكونات الجافة مع بعض. بعد كده هضيف السوائل بتاعتي، عندي ربع كوباية زيت، نص كوباية لبن دافي، نص كوباية مية دافية، وبضاية. وهبدأ بقى ان انا اعجن كويس المكونات بتاعتي لحد ما العجينة تلم معايا. بكون حاطة على جنب ربع كوباية دقيق، لو حسيت ان هي محتاجة دقيق تاني برش رشة كده خفيفة. اهم حاجة ما ننشفش العجينة بتاعتنا. بعد كده بننزلها على الرخامة ونعجنها كويس جدا مدة ما تقلش عن 10 دقايق بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. لحد ما العجينة بتاعتنا تبقى طرية وناعمة، وفي نفس الوقت مش بتلزق على ايدينا ولا على الرخامة. كده تبقى العجينة بتاعتنا جاهزة بالشكل ده. بعد كده بكون جايبة البولة بتاعتي دهناها دهنة خفيفة زيت، بغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. هنا بعد ما العجينة بتاعتي خمرت زي ما انتوا شايفين كده، ببدأ اطلع الهواء منها وبشكلها كورات صغيرة خالص. وزن كل كورة من 20 ل25 جرام. بعد ما بخلص كل الكمية ببدأ بقى احشيها بالجبنة مثلثات او مربعات. ببدأ بأول كورة، طبعا أنا بدأت بيها. بخلص كل الكمية بتاعتي بالشكل دوت، وبغطي الصينية واسيب الكرات بتاعتي أو خلية النحل بتاعتي تتضاعف حجمها. بعد كده بكون مسخنة الفرن بتاعي، بدهن الخلية بتاعتي بمعلقة لبن وصفار بيضة ورشة فانيليا. وبدخلها الفرن بتاعي، بتقعد معايا حوالي 10 دقايق ربع ساعة. أول لما بتطلع بسقيها بالعسل أو بالحليب المكثف المحلى. عايزه اقول لكم كان طعمها تحفه جدا. بالحليب المكثف لازم تجربوها. بعد ما بسقيها كده بغطيها بكيس مطبخ نظيف واسيبها لحد وقت التقديم عشان تحتفظ بالطراوه بتاعتها. وزي ما انتوا شايفين كده شكلها تحفه جدا والعجينه هشه. هستناكم تجربوها وتقولي لي رايكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفه تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.